عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غادي نناقش واحد الموضوع اللي هو شوية حساس، ولكن هو حساس غير بالنسبة لدوك الناس اللي باقين اللي كيحاربوا في الدين ديالنا الاسلام، واللي هما مسلمين بصفة اليهود. بصراحة انا كنسميهم مسلمين بصفة اليهود، لان كيفاش انت مسلم وتتحارب الاسلام؟ انا هادي ما تنعطي ما عندي لها حتى شي تفسير. يعني هاد الناس اللي كيسحابوا راسهم متقدمين، لا راه ماشي متقدمين، هما راه باقين متخلفين، وهادو هما اللي خلاو ان الغرب يسميونا يسميو على يطلقوا على العرب الاسم ديال التخلف. حيت النصراني فاش كيشد في الاسلام ديالو كيشد فيه بواحد الطريقه اللي هي مستقيمه، ماشي الزاكزاك. حنايا مسلمين وحنا تنبغيو نهودو ريوسنا بزز علينا، ما عرفتش علاش. هذا شنو كيتسمى النفاق، والمنافقين في الدرك الاسفل من النار. المهم ما عليناش، انا نعطيكم امثله كثيره اللي كتبين بلي حنا راه محاش واش مسلمين. بحال مثلا نعطيكم غير امثله بسيطه ديال مثلا الليسيات او الكوليجات. او انا فاش كنت نقرا في الليسي، انا تصادفت بواحد الموقف اللي يرثى بصراحه. ولد تلميذ جا بغى يدخل عنده السبور، لابس بونتاكور، ماشي حتى شورت، غير بونتاكور ميني بونطالون. الوغ واحد البنت اللي هي لابسه مينيه، المهم لابسه لا بلوز ديالها، بغات تدخل. وقف الحارس العام خلى البنت تدخل، والولد قال لي ما تدخلش. فاش الولد قال له علاش، يعني حنا ما بقيناش تنسكتوا ولا هذا، ولينا شويه تنطالبوا بالحقوق ديالنا. قال ليه ما تدخلش. قال لي علاش ما ندخلش؟ قال ليه حتى تمشي تلبس السروال. قال لي انا عندي السبور. قال لي لا. وبالصدفه سبحان الله جات هذيك السيده بغات تدخل بالمينيه، هو يقول لها الولد هو يقول لها، قال لي وهذه اللي غادي تدخل بالمينيه شنو غادي تقول عليها؟ بالميني جيب. هو يقول لها على انت عندك دوك الرجيلات اللي عندها. وشوف التفكير، شوف التفكير ديال اليهودي كيفاش داير. هذا انا كون كانت عندي سلطه عليه كون نحرمه من هذيك المهنه اللي هو واخد. انت اللي كتربي الاجيال تقول هاد الهضره هادي، عندك دوك الرجيلات اللي عندها. فاش غادي تدخل هاد السيده للقسم، هذاك الاستاذ غادي يبقى بالو مع القرايه؟ راه غيبقى بالو غير مع الرجيلات ديال هاد السيده هادي، وغينسى التلامذ وغينسى القرايه ديالو وغينسى كاع المهمه ديالو في داك القسم. علاش ولينا تنسمعوا التحرش ديال الاساتذه وهذاك نفاو هذيك المقوله ديال كاد الاستاذ ان يكون رسولا؟ حيت البنات ما تيحترموش ريوسهم، حيت المنظومه التعليميه منظومه فاشله حتى لاقصى درجه. فاش انت كتخلي البنت اللي هي كلها عوره انها تعرى، ماشي مشكل انها تدخل عادي، والولد اللي راجل ويلبس اللي بغى عنده الحق يلبس في اللي بغى، ما تخليش يدخل. راه هذا هي قمه الكفر، وهذه هي قمه الجاهليه وقمه الانحطاط. اذا حنايا ماشي في دوله مسلمه بالمره. عاوتاني حاجه اخرى، بزاف ديال البنات اللي فاش كنت انا كنقرا في الباك بغاو يلتجؤوا لهذا الشيء ديال لي زوفيسيي وهذا الشيء ديال المدارس العسكريه وهادي وبنات اللي هما دايرين الحجاب. اشنو طلبوا منهم هاد الناس هادو اللي يسمحوا لهم باش نخرطوا في هذا المجال هذا؟ خصها تحيد الزيف، وتحيد الزيف حياتها كامله. اذا البنت يقدر يكون الطموح ديالها انها تكون بوليسيه، كل الطموحات ديالو كل الاحلام ديالو تحترم. اذا كيفاش انا في دوله اسلاميه ونحيد الحجاب ديالي؟ ما فهمتش انا هذه، ما بغيتش تفهم ليا وما بغيتش تدخل ليا للراس ديالي. علاش في السعوديه وفي الامارات وتيحترموا الدين الاسلام ديالهم؟ يعني البنت يحترموها. وفين هي مدونات الاسره ومدونات المراه؟ وما كاينه ولا مدونه ولا حتى شي حاجه. يعني المراه دايره الحجاب ديالها عندها الحق انها تولج لاي تخصص بغاتو كيف ما بغى يكون النوع ديالو. عندها الحق بحال المتبرجه. حنا نقولوا متبرجه انكم سمحتوا لها تمشي بيلوطه بوليسيه ضابطه شرطه، عندها الحق تولج لاي تخصص بغاتو. علاش تحرم البنت المتحجبه من انها تمشي للتخصص اللي بغات؟ يعني باش تشوفوا بالله حنايا يعني هاد الامور كامله ما خصناش نبقاو ساكتين عليها، خصنا نهضروا عليها. انا كان
كان خاصني انني نعري الوجه ديالي، ولكن الاحترام الاسره ديالي واحترام الناس اللي كنعرف وبزاف ديال الحوايج ما بغيتش انني نبان بوجه مكشوف، لانه صوت واحد يعني ما يمكنش انه يتسمع، خاص بزاف ديال الناس انها تعاون مع بعضياتها وان دير يد في يد وتهضر على الحق ديالها. هذه نقطه حتى هي. ونقطه عاوتاني واحده اخرى ديال هادشي ديال الموازين. انا تفرجت في واحد البرنامج اللي واحد المذيع اللي هو بطبيعه الحال ما خصوش يكون هذاك مذيع، هذاك خصو يكون ما دوك ما يستحق حتى شي مهنه شريفه، اللي كيسول واحد السيد في العداله والتنميه تيقول ليه واش غادي تمشي للموازين تفرج في رهانه؟ شكون هي الرهانه هذه؟ اشنو هي شي هاد رهانه هذه؟ اول وحده غادي تقول لي جهنم اهلا ومرحبا بك لالا. هي هاد الرهانه هذه اللي انت كتقول للسيد باللحيه ديالو واش ما مشيتيش تفرج في رهانه لعنه الله عليك. لانني انا كنت ما عجبنيش هذاك الموقف، يعني اللي كيفاش نخليو الناس الفقهاء والعلماء والشيوخ والمؤمنين بالله سبحانه وتعالى واللي تقين الله، ونجيبوا الكفار ونجيبوا الفاسدين والفاسقين للدوله ديالنا ونربحوهم اموال طائله اللي نص ديال المغرب محتاج لهذوك الفلوس. الناس باقا كتعيش في البرارك، الناس باقا كتعذب، الناس باقا كتولد في الزناقي، الناس باقا كتولد في الشارع، الناس باقا مساكنه مع ما عمرها ما شافت حتى اللحم كيفاش داير. انت جيب لي بيبسي بمليار اونس وغدا قدام الله غادي يتحاسب على كاع اي فرنك خسرتيه فيما يعصى الله سبحانه وتعالى. انا اش غادي نسى كون جبنا شيخ ولا عالم كاع ما يحضر ليه ملايين ديال البشر، بالرغم انني لا حضرت الفتوى كندي الاجر اللي غادي يغفر لي به الله الذنوب ديال ما عرفت اشنو. ونهار تيموت شي مغني ولا شي مازال ممثل ماشي مشكل، ممثل غير تنحترم الممثلين المغاربه، شي فنان ماشي فنان لانه شي فاسق مغني كاع الاذاعات سوا المهم حنا تنهضروا على المغرب، كاع الاذاعات كينشروا والجرائد والمجلات راه فلان مات ويموت ولا يجلس، حنا شغلنا فيه راه مشى يتعاقب، مشى ينال الجزاء ديالو، راه تيقول لكم رجعت للدنيا غير دقيقه واحده باش نتوب باش يغفر لي ربي كاع دوك الذنوب اللي درت. ونهار يموت شي شيخ ولا شي عالم ما دوزوش كاع في التلفازه واش مات ولا ما ماتش، ما تنسيقوا كاع العلماء الكبار ولا الفقهاء ولا الشيوخ ولا الناس اللي في الاوقاف والشؤون الاسلاميه، تنشوفوا حنا غير الفاسدين والفاسقين اللي غدا قدام الله غادي نتحاسبوا عليهم. للاسف الشديد هادشي كيخجل وهادشي كيحشم وهادشي يعني تيبقى تيضر في القلب ان كيفاش ان مسلم يعني بصفة يهودي مسلم بصفة يهودي، يعني ما كاينش الاسلام زيرو، ما كاينش نهائيا، واللي الاسلام هو اللي علاش حنا بعدا اصلا شي واحد فاش الشيطان فاش يوسوس لك في دماغك قول علاش انا تحطيت، علاش خلقني الله سبحانه وتعالى، وتذكر الايه اللي تقول انما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ماشي باش شي يشفر في شي. هو طبعا الحال خصنا نطلبوا العلم وبزاف ديال الحوايج، العلم من المهدي الى اللحدي، ولكن نوازيو ما بين امور الدنيا وامور الاخره، والاغاني والشطيح والفساد ما عندنا ما نديرو بداكشي. اي حاجه كتحصل الله سبحانه وتعالى خصنا نديرو عليها كروه. نتوما اللي كتبغيو انكم وعاوتاني في القرايه ديالنا حنايا العاديه المعاملات، علاش المعاملات ديال المواد الاجنبيه تيكونوا طالعين على المعاملات ديال المواد العربيه، رغم اننا خصنا نفتخروا باللغه ديالنا العربيه ونفتخروا بالتربيه الاسلاميه. تعطيونا 4 ديال السوايع ولا 5 ديال السوايع، 5 ديال الحصص الفرنسيه وحصه وحده ديال الاسلاميات، ماشي حشومه، ماشي عيب وعار
علاش ما نسبقش الاسلام على المواد الغربيه؟ اش بغاو يديروا لي؟ هي خصني انني نطور، يكون عندي علم اللغات ما فيها بس، ولكن نوازي ونسبق الامور الاخرويه على الامور ديال الدنيا. هذا راه خصني نسبق الله على اي حاجه كاينه. كنتمناو من هاد الحكومه الجديده اللي هي يعني رد الاعتبار شويه للدين الاسلام، حيت انا من الناس اللي صوتوا عليهم، والاصدقاء ديالي والاخوان ديالي وبزاف ديال الناس نعرفهم، يعني حيت حنايا ما بغيناش الفساد، وما بغيناش تشفرت، وما بغيناش الرشوه، وما بغيناش النفاق، وما بغيناش الكذوب، بغينا الصراحه وبغينا الوضوح. ما بغيناش هذوك الناس اللي كانوا كيقولوا لينا صوتوا علينا ونديروا لكم ونفعلوا لكم ونتركوا لكم. حنا قلبنا على الناس اللي قالوا لي، اللي عطاونا الوراق ديالهم بلا ما يقولوا لنا لا صوتوا لا غنديروا لكم لا غنفعلوا لكم. بداو بعد ديال التحسينات كيبانوا، ونتمناو ان دوك الناس اللي تيحاولوا يعرقلوا المسيره والنضال ديال هاد الناس الجداد هادو يستغفروا الله شي شويه. يعني خصهم يستغفروا الله بزاف ويفكروا في الله سبحانه وتعالى قبل ما يفكروا يشفروا في جيوب ديال الشعب ويشفروا في الناس. حيت حشومه انك تاكل اللقمه اللي ماشي ديالك واللي ما مكتباش ليك ومكتبه لواحد اخر، وانك تاخذ مثلا 6 المليون او 7 المليون في الخصه ديالك الشهريه، بمقابل انك تشوف واحد السيد اللي ما تيتخلص حتى 20,000 ريال مقاده. هادشي راه حشومه. خص يكون تكافؤ الفرص، وخص يكون الخلصه تكون متساويه، رغم انه تكون مهمه شويه اكثر، وانما يكون تساوي ويكون تكون العداله، تكون العداله وتكون المساواه، باش يعني باش يكون ما نبقاوش مسلمين بسبة اليهود. حيت هادشي حشومه وعيب وعار. وبصراحه كنتمنى من ان الناس تهضر على حقها، وان الناس ترجع الله وترجع للطريق ديال الله سبحانه وتعالى. حيت حنا راه ما باغيينش، انا كنهضر بصفه الشعب وبصفه بزاف ديال الناس تنعرفهم، بزاف ديال ولاد مدينتي وولاد ولادي اللي فريمون ما باغينش هاد الكذوب، وهاد نعيشوا اننا حنا مسلمين ونعيشوا في دوله ديال الكفار اللي هي حشومه فريمون. و كنتمنى انكم هاد الدول اللي عندهم سلطه وهذا الشيء انهم يراجعوا نفسهم ويستغفروا الله سبحانه وتعالى، حيت واليه ترجعون. وبسلام عليكم.